السلام عليكم، تحياتي المشاهدين الكرام. أشرف حكيمي يصنع التاريخ، ثالث لقب عصبة الأبطال للنجم المغربي أشرف حكيمي. بهذا كيكون أول لاعب عربي كيدي ثلاثة ديال الألقاب ديال عصبة الأبطال الأوروبية، وثاني إفريقيا بعد سامويل إيتو اللي دايته هو ثلاثة ديال الألقاب. يعني أشرف حكيمي لاعب الكبير، لاعب المتميز، فاز بعصبة الأبطال مع ريال مدريد الفريق الملكي العالمي سنة 2018 بعصبة الأبطال الأوروبية، ثم يصنع التاريخ ويدخل التاريخ من أبوابه الكبرى. 2025 بطل فرنسا، بطل عصبة الأبطال الأوروبية، كيصنع التاريخ صراحة لاعب كبير. 2026 بطل فرنسا، بطل عصبة الأبطال الأوروبية. كم أنت كبير يا ابن المغرب، يعني لاعب كبير. إلا شفنا بعض الحاقدين وبعض الأمراض اللي عندهم مرض نفسي كيستهدفوه إلا ولا غيرين منه، وغيرين من الإنجازات العظيمة ديالو، وغيرين من ما شاء الله من التربية والأخلاق ديالو الحسنة. لاعب كبير، لاعب يحب وطنه ديالو، وكيشرفنا وكيشرف الكرة الوطنية المغربية والعالمية صراحة. فين تلقى بحال هذا اللاعب هذا؟ يعني 2018 ريال مدريد وما أدراك ما ريال مدريد، 2025 عصبة الأبطال مع باريس سان جيرمان، و2026 عصبة الأبطال يعني مع باريس سان جيرمان 2025 و 2026، يعني لقبان مترادفان. يعني لاعبين قلالين اللي في هذا العالم اللي فازوا بعصبة الأبطال موسمين يعني مباشرة، إلا وأشرف حكيمي كيصنع التاريخ من أبوابه الكبرى. ومازال إن شاء الله في هذا كأس العالم اللي بقات ليه أيام معدودة ويبدا، غادي يكون إن شاء الله في كامل الجاهزية وكامل اللياقة البدنية ديالو، وغيزيد إن شاء الله يزيد يكتب حروف ديالو وديال جميع اللاعبين وديال المنتخب الوطني حروف من ذهب. هي ما نحتاجوش عاد نعرفوا براسنا، العالم راه عرفنا، العالم دابا ولا كيضرب لنا واحد الحساب واحد القيمه كرويه، العالم عارف جوده اللاعبين اللي كيمتلكوا حاليا المغرب. فهنيئا للكره الوطنيه المغربيه، وهنيئا لاشرف حكيمي على هذا الانجاز العظيم، الانجاز الكبير اللي ربما ما غيتحققش لشي لاعب افريقي او لاعب عربي. فهذا كيزيدنا فخر واعتزاز بالنجم ديالنا الكبير، النجم ديالنا العالمي، وبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني المغربي في هذا كاس العالم اللي بقات له هذه ايامات معدوده. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نستمتعوا ونمتعوا ونبرهنوا على اننا ولينا من الكبار، ولينا اي منتخب غيلعب معنا كيضرب لنا الحساب. فتحياتي للمشاهدين الكرام، وتحياتي لاي واحد التحق بنا، وتحياتي لاي مشاهد كيتابعني وكيدير لي لايك، وتحياتي لاي واحد اول مره كيتابعني وكيدير لنا واحد المتابعه ولايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.